مساء الخير. أغلب الناس بتمر بحالة نفسية سيئة، وده بسبب الأحداث الجارية والأزمات الاقتصادية اللي أثرت بالسلب على مستوى المعيشة. عشان كده في الفيديو ده هنتكلم على أكلات هتزود عندك هرمون السعادة أو هرمون السيروتونين، وهتقلل من الاكتئاب والضغط النفسي. نمرة واحد، الزبادي واللبن الرايب، ودول مليانين بحاجة اسمها بروبيوتيك، ودي مسؤولة عن تصنيع هرمون السعادة داخل الأمعاء. نمرة اتنين، الفراولة، ودي غنية بمضادات الأكسدة اللي بتساعد الخلايا العصبية داخل المخ بمقاومة الاكتئاب. نمرة تلاتة، الموز، وده مليان فيتامين ب 6 المسؤول بصورة أساسية على تصنيع هرمون السعادة. نمرة أربعة، الشوكولاتة الغامقة، ودي غنية بمادتين مهمين جدا. المادة الأولى هي الكافيين، والمادة التانية هي الثيوبرومين، والاتنين ليهم دور كبير جدا في تحسين المود والدورة الدموية. نمرة خمسة، الشوفان، اللي مليان مضادات أكسدة ومليان حديد، عشان كده هو مفيد للاكتئاب ومفيد للأنيميا. وطبعا الشوفان مفيد جدا للناس اللي عايزة تخس. نمرة ستة، السوداني والمكسرات، خاصة اللوز والكاجو وعين الجمل، والبذور زي بذور السمسم وبذور القرع وبذور عباد الشمس، ودول أغنياء جدا بمادة التريبتوفان اللي ليها دور مباشر في تصنيع هرمون السعادة. نمرة سبعة، الأسماك الدهنية زي سمك السردين، سمك التونة، السلمون، الماكريل، الرنجة، ودول مليانين أوميجا 3 اللي ليها دور مباشر في تحسين الحالة النفسية والمزاجية. نمرة 8، حاجة بنحبها كلنا وهي الفول وكمان العدس، وفي اعتقادي أكيد دول اللي مصبرين المصريين على الابتلاء اللي هم فيه. نمرة 9، الكافيين اللي ليه دور مباشر في مكافحة الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية، بس بلاش نشرب كميات كبيرة، يعني نكتفي بعدد 2 فنجان يوميا. أرجو الاشتراك واللايك وشكرا.